في مدينة فاس تفتح أجمل المنازل الخاصة أبوابها أمام الزوار، وترغب ليلى الصقلي في عرض كنوز أقدم المدن المغربية من خلال فن العمارة وأسلوب الحياة. إنه من المنازل التي أعتبرها الأكثر دقة من حيث النسب، تتمحور حول باحة مركزية، ما يولد أجواء عائلية دافئة جدا. تسعى ليلى أيضا إلى إبراز أفضل الحرفيين فيها، إنهم يعكسون هوية مدينة فاس الحقيقية. أكثر ما يؤثر في هو تلك العلاقة التي أصفها بالحيوية والجوهرية التي يكنونها لبيئتهم وللمدينة التي يقيمون فيها، ذلك العشق الذي يربطهم بهذه المدينة. إن فاس رمز التقاليد، أما الدار البيضاء فتجسد الحداثة. شهدت المدينة ازدهارا كبيرا في فترة الاستعمار في القرن العشرين، وكانت النتيجة فنا معماريا ذا غنى استثنائي، فهنا نجد مختلف أنواع الأساليب المعمارية. كانوا يتمتعون بمساحة كبيرة بالمال والزبائن الذين أرادوا أن يصبحوا عصريين. كان الزبائن لا يحلمون سوى بالحداثة في الدار البيضاء، كانوا فخورين بكل المباني الجديدة ويسرعون إلى التفرج عليها والمقارنة بينها. واليوم يتولى المتحمسون إعادة إحياء هذا التراث، وبذلك يقدمون إلى كل الشعب المغربي قيمة هذا الإرث الذي يتطلع بالتأكيد إلى المستقبل. في قلب مدينة فاس نرى جامع القرويين، وهو مسجد بني في القرن التاسع خلال العقود التي تلت تاريخ تأسيس المدينة. إنه من أبرز أماكن الصلاة المرموقة في البلاد، وهي أيضا الجامعة الأقدم في عالم البحر المتوسط. وفي هذا المكان بالذات في أحد مرافقه نجد أجمل الإنجازات في مدينة فاس، مدرسة العطارين من القرن الرابع عشر، التي أعيد ترميمها مؤخرا تحت إشراف فؤاد السليمي. ما الذي يجعلها ساحرة إلى هذه الدرجة؟ ببساطة يتبين لنا أن تلك الحقبة المعينة كانت في الحقيقة حقبة الازدهار الكبير على مختلف الأصعدة، على صعيد الثقافة وعلى صعيد التعليم وعلى صعيد الشعر والأدب والعلوم. يعود تاريخ مدرسة العطارين إلى سلالة المارينيين التي شكلت أوج مدينة فاس. ثم مع المزينين يتبين لنا أن فن العمارة الذي نجده في المغرب وبلاد الأندلس، وهو يمثل نوعا ما هو أكثر تعقيدا وأكثر جمالا وأكثر بساطة في العنصر المعماري. لا ندين بكل شيء للمهندسين في بعض المباني، لأن المجتمع هو من بنى هذه الدراية المشتركة في المجتمع وفي الشركات وغيرها. أي أن المهندسين لم يوقعوا، هذا إنجاز جماعي للمجتمع. قبل 5 أعوام كانت مدرسة العطارين في حالة يرثى لها، وتجديدها هو رمز للمدينة بكاملها. إن فاس ومدينتها القديمة التي تضم 100,000 نسمة هي الأكثر امتدادا في العالم العربي. بقيت عاصمة المملكة لفترة طويلة إلى حين وصول الفرنسيين إلى المغرب قبل قرن من الزمن، وهي تتميز بخاصتين بارزتين: فن الحياة العريق والكنوز المعمارية. إنه إرث لا بد من تقييمه. ليلى الصقلي 33 عاما، مهندسة معمارية، لديها فكرة مناسبة للتوصل إلى ذلك. هذا باب صغير جدا. نعم، لا نتوقع ماذا يوجد في الخلف، سوف نمر. إنه باب ثانوي، لكن لكل المنازل الضخمة باب ثانوي، وهو نوعا ما باب المطبخ. نمر في موقع لا نتوقع أن نلقى الكنز الحقيقي الذي يحتويه أبدا.
فقد كنز واحد يكلف الكثير، وبعض العائلات لم يعد يملك المال الكافي للعيش. إنها حالة الوزاني. سوف يتمكنون قريبا من استقبال المسافرين العابرين مقابل 35 يورو في الليلة الواحدة، وهذا سعر مقبول لكنه كاف من أجل صيانة هذا المنزل الفسيح والجميل. هذا هو الوازني ووالدته. زاني أن تقدم أفضل استقبال للمسافرين، وقد تم تجهيز منزلهم لذلك. الملاءات التي تمتلكها كل العائلات تحمل شعار زيارة فاس. إنها زيارة إذن. في الواقع إنه رسم للمدينة مع فكرة المئذنة. كلمة فاس مكتوبة على شكل مئذنة، وزيارة فاس بالنسبة إلينا شعار للجودة العالية، تعكس حقيقة هوية تلك العائلات وحقيقة مهاراتها وثقافتها، إضافة إلى أن على أفراد هذه العائلات أن يكونوا بأعلى مستوى ويقدموا أفضلية وخاصة. لسنا نزور متاجر زيارة فاس، إنما عائلة الوازاني، ونزور عائلة فلان وعائلة آخر. في الواقع بقيت المنازل بحسب ذوقهم. بصفة مهندسة معمارية لم أتدخل لأتيح لهم. لأنك تهدفين إلى أن يعكس ذلك حياتهم؟ بالطبع هذا منزلهم، أعيد ترميمه. أقدر فكرة الإبقاء على الفسيفساء القديمة سواء كانت متضررة أم لا. هنا يكمن سر جمالها. إنه فخور بإظهار هذه الوثيقة. ذلك يعني أن قبل ذلك كان كيانهم شبه شرعي. صحيح، في أنحاء المغرب. إنها المرة الأولى. بكثير من الفخر سيتمكن السكان من استقبال الناس. إنهم يحملون وثيقة تسجيل ما كانوا يفعلون في فرنسا في الماضي، والسجل حاليا لا يزال خاليا. نعم، لأنه تلقى سجل مؤخرا. تم اختيار 30 عائلة مع منازلها 30 من أجل إطلاق المشروع، وبعد مرور 3 أشهر اصطحبتنا ليلى للاطلاع على النتائج. إن مبادرتها من بين المبادرات الأخرى رأت الدار البيضاء نفسها كعاصمة اقتصادية جديدة للمملكة. في قلب المدينة شهدت المباني التي حرمت لفترة طويلة من الصيانة حالة تدهور شديد. ثمة منازل كثيرة تخضع حاليا للترميم، لكن الورشة ضخمة جدا ولن تنتهي في وقت قريب، وفي الانتظار تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. نحن الآن أمام دعامات تم تركيبها بسبب وجود هبوط في المنازل، ويعزى السبب الأساسي إلى المياه، وأعني بذلك أن ما يجري هو أن نظام الري وتوزيع المياه بات قديم. تتسرب المياه في الأرض وتؤدي بالتالي إلى تآكل الأساسات، فتهبط المنازل وتترهل الجدران وتنحني على بعضها. لأن الخطر يكمن في انهيار جدار على آخر وآخر. هذا صحيح، فالمدينة العتيقة تشبه قصرا من الورق. حين ينهار أحد المنازل يتسبب بضعف الحي بأكمله. من هنا جاءت ضرورة تركيب هذه الدعامات، لكن حاليا التي لا تحتاج فقط إلى التدعيم، إنما لابد من إعادة ترميمها من الأساس. إن الدعامات التي ركبت قبل سنوات قد أنقذت ما هو أساسي، فالمنزل الأجمل في المدينة لا يزال اليوم سليما. المدينة في رأيي ذات طابع معاصر جدا فوق الباب من أجل الدلالة على ممر ما. سنحدث نوافذ صغيرة بالكاد يمكن رؤيتها مع قطع من الحديد طبعا. هذا هو المبدأ الأساس على الدوام، أن نرى من دون أن يرانا أحد. في هذا النظام لدينا جدران خالية وفتحات صغيرة مزخرفة مع عامل الحجم، وهو ثمرة الصدفة البحتة. إنه ملتائص، ورغم أني مهندسة أعلم أن رسمها معقد جدا، وهنا نرى نتيجة فن هندسي عضوي يتجسد في هذا الإنجاز الهندسي الجميل. من أجل تفادي زيادة الوضع سوءا، لا بد حاليا من صيانة المنازل بشكل أفضل، ما يؤمن دخلا إضافيا للعائلات. من هنا جاءت فكرة الإقامة لدى السكان. اليوم في جانب آخر رجاء، اللتين وجدتا وجهة استعمال جديدة لمنزلهما الرياض الصغير، فبفضل قرض من هيئة عامة تمكنتا من تجهيزه.
في الماضي كان صالونا مغربيا كبيرا، ومن الحمام فتحنا الباب هنا لكي نتمكن من دخولها بشكل مباشر. لم نتوقع أبدا أن منزلنا سيصبح على هذه الحال. استضافة النزلاء السياح الذين سيتوافدون إلينا من مختلف البلدان الأوروبية. وعندما حصل ذلك لكما؟ كان الوضع جيدا جدا جدا. فرحت كثيرا. كنا نسعى إلى بيع الرياض من أجل شراء شقة صغيرة. هدفنا ترك الرياض، فهو كبير جدا بالنسبة إلينا. ومن باب الصدفة التقينا بالسيدة ليلى الصقلي وبآخرين في منزلنا، والآن حتى لو أعطوني مبلغا كبيرا من المال أرفض مغادرة منزلي. هذا انتصار صحيح؟ في الحقيقة إنه الهدف، هذا ما يجب القيام به لئلا تخلو المدينة من سكانها. إنه هدف هذا المشروع، هذا هو الهدف الرئيس. منذ فترة ليست بطويلة كان الجميع يعتبرون أن كل ما هو قديم لا قيمة له، أما اليوم فيعتبر من التراث. هذا ما يجذب السياح. نتجه نحو ما يتخطى هذا الجانب، جانب المعلم السياحي. إنه تراث ذو قيمة عالمية. معناه عتيق، أي إنه هذا كل ما يعنيه. قديم، إنه عتيق. لا بد من التوجه إلى الجديد، نحو ما هو عصري، نحو الحداثة. لكن الحداثة بلا جذور ليس لها أي معنى. أقوم بجولة ضمن برنامج الإقامة لدى السكان. أختتم نهاري بقليل من التوتر والجهد. من غير الممكن دخول منزل من ذلك بكل المدن المغربية. لكل مدينة مركز تاريخي حيث يمكن أن نجد تحديا كبيرا إلى حد الشاي. الوجهة منزل السيد مستقيم على بعد 15 دقيقة سيرا، وهو أيضا تابع لشبكة الإقامة لدى الزائرين. بسم الله. اليوم يوم الجمعة مرحبا بكم. مرحبا بالليلة. كثرتوا بزاف. المدن الأخرى لا يضعون فيه بالضرورة هذا. المأكولات في فاس تتميز بطعمها الحلو والمالح. ونأكل على الطريقة المغربية، أي أننا لا نسكب في الصحون. هذا طبق مشترك. إذا رأى سيد وسيدة المنزل مثلا أنك لا تنال ما يكفي من حصة اللحم، فهو من سيتنبه لذلك ويأتي لنا بكمية من اللحم ويضعها أمامنا. لكن لا يجوز أن نأخذ قطع اللحم من الجائحة عالية للحفاظ على خصوصيتهم وخصوصية الجيران. لو أنها بنيت بشكل مسطح سيتسنى للجيران أن يروا ما يجري في البهو الرئيسي، لذا بنيت بشكل عال وهي تشبه بئرا من الضوء. مثل هنا. من ناحية الهندسة إنه في رأيي من المنازل الأكثر دقة. من ناحية النسب، بما أنه صغير جدا هكذا ومتمحور حول بهو في الوقت ذاته، بما أنه يقع في قلب المدينة، يطرح ذلك بعض المشاكل. كنا نناقش هذه المسألة بعض الشيء. قال لي السيد مستقيم إن السياح يجدون صعوبة في الوصول إلى هنا. لا بد إذن من تقديم ميزة إضافية للزائرين برأي ليلى. من أجل أن يختاروا هذا المنزل وأسلوب الحياة الجيد لا بد من تحسين الديكور، ولكن لما لا نقدم لهم أيضا ممرا في وسط المدينة، ممر لنخبة الحرفيين الذين لا يمكن فصلهم عن هوية مدينة فاس. فوعدت ليلى بالالتزام بهذا المشروع قريبا. ليلى، ما هي مساحة مدينة فاس؟ الطرقات بشكل كامل، أي أن السيارات لم تتمكن من تغيير النظام التقليدي للطرقات كما نرى هنا، أي أنه تم الحفاظ على نشاط المدينة الأصلي بعيدا عن الطرقات والسيارات وضجيجها. توقف التقارب. الميزة في ذلك أن الزمن قد توقف هنا، فبقيت فاس مدينة أصيلة بينما فقدت المدن الأخرى من العالم العربي هويتها. هذا البوبوش بنكهة اليانسون طبق لذيذ. أهو طبق خاص بفاس؟ نعم، هذا طبق خاص بالمغرب. لكن اليوم بدأت مرحلة التحولات.
بالنسبة لي إنها أمور تسرني أن أرى المدينة في طور إعادة التأهيل. يتم بناء الأرصفة والجدران تكسى بالطين. شاهدنا أيضا أعمال ترميم للساحات الكبيرة والأقسام الرئيسية من المدينة ثم الأحياء. نحن حاليا في الأحياء الجميلة من هذه المدينة. لقد بدأ مشروع ذو نطاق واسع جدا بحيث أدرجت مئات المنازل على لائحة المواقع التي تحتاج إلى ترميم. مسؤول عن عمليات الترميم. لدينا 4000 منزل في حالة يرثى لها، ومن بينها 1800 من الدرجة الأولى. من الدرجة الأولى؟ أجل، كما لدينا درجات الحروق وغيرها. لدينا درجات من الخطورة، ومنازل الدرجة الأولى بالنسبة لنا هي تلك التي توجد على درجة عالية جدا من الخطورة. 1800 منزل؟ نعم، وبرنامجنا الحالي يشتمل على هذه المنازل. من بين هذه المنازل توجد جواهر هندسية. يوجد باب ثان. من اللائق أن نسمح للسيدات بالتقدم أولا، لكن عندما لا يوجد خطر. ومنها المنزل الذي سيقدمه فؤاد الآن لليلى. ننذو قيمة عالية جدا. إن ترميم هذا المنزل من باب التراث قد يكلف ما يوازي 600 ألف يورو. في الوقت الراهن تتولى الحكومة ما هو ضروري لئلا ينهار. نقف فوق الجزء المتضرر؟ أجل، هذا صحيح. إذن المشكلة الأساسية تأتي من السقف. وحاليا أنتم تنقذون المبنى؟ نعم. ربما ذات يوم ستقومون بترميمه. نحن نتمنى ذلك، لكن الأفضل أن يستثمر القطاع الخاص فيه، لأن الدولة عاجزة عن القيام بكل الأعمال. لابد من أن تخرج فاس من دوامة الإهمال هذه، وللتوصل إلى ذلك تحلم ليلى بتحرير الطاقات. فهي ترغب مثلا في إظهار قدرات مشاغل الحرفيين هذه. سوف نتبعها قريبا في سعيها إلى البحث عن الأفضل بينهم، سوية في إعادة إحياء فاس. لكن لا بد من البدء بتغيير الديكور. على مسافة 300 كاية في عام 1912 عندما جاءت فرنسا لتستعمر المغرب، نزل المستوطنون بالألوف في سعيهم إلى اقتناص. بعد 40 سنة كانت على موعد مع النجاح. أصبحت الدار البيضاء الرئة الصناعية والتجارية للبلاد، فازدجار سكاني وموجة معمارية. المادة الأساسية الإسمنت. فن العمارة كل الأنماط التي ميزت القرن العشرين. إليكم مثال على ذلك. مبنى السياج 1930، حيث تسكن مارية في باريس، لكنها من مواليد الدار البيضاء، وقد اكتشفت هذا الموقع في أثناء دراسات أجرتها حول تاريخ المدينة. هذا المبنى هو من أبرز إنجازات الثلاثينيات، مهدد بالخطر ويرغب أحد المتعهدين في شرائه، وبالتالي اشترت مونيك إحدى الشقق لكي تقدم مثالا. عندما وصلت إلى هنا برفقة، وفي تلك اللحظات تساءلنا حول ما في وسعنا أن نفعل لهذا المبنى الذي كان يعتبر إنجازا، وهو الإنجاز الأجمل الذي رأيناه عمن يمكن أن نطلب منهم شراء هذه الشقق من أجل إنقاذها. هل طلبتم من الأصدقاء أن يتعاضدوا معكم؟ بالضبط. هناك من لنفسي هنا يجب أن أقيم، إنهم أناس متعاطفون مثلنا. بدافع الحنث المدينة العائد إلى القرن العشرين، وهو تراث ليس بفرنسي وليس باستعماري، إنما ذو أهمية عالمية. من وقت المغاربة بمساعدة حرفيين مغاربة برفقة حرفيين وعمال بناء إيطاليين وإسبان، كانت الدار البيضاء مدينة مختلطة. أما اليوم فكل مبنى من مباني الدار البيضاء يحكي لنا هذه القصة. قصة بدأت في العشرينيات عندما تعرف المهندسون الأوروبيون إلى الفنون المغربية، فيه مكسوة بالزليج، وهي السيراميك النموذجي بمنازل البلاد. نتقدم عبر الزمن ونرى أن الطراز بات هندسيا أكثر، لكننا نجد على الدوام اللمسة المغربية الصغيرة.
ثم ذات يوم تحررنا منها وداعا للفن الحديث وأهلا بالطراز الوافد، ودخلت الدار البيضاء في العهد المعاصر. تحمل المدينة ضاء بإنجازات كثيرة ذات جودة عالية. لم يكن هناك احتمال بالضرورة للحصول على إذن بتشييد بناء كهذا في أوروبا. كانت المبادرة في تلك الآونة جريئة. كان لابد من وجود مجموعة منازل كبيرة. كانت المجموعة في الشمال، وهذه أيضا من ميزات المدن الجديدة، توفر المساحات الكبيرة. كان في وسعهم الامتداد جدا. لم يكن العملاء يحلمون سوى بالحداثة في الدار البيضاء، وكانوا فخورين بكل المباني الجديدة التي تبنى. كانوا يذهبون للتفرج عليها ويقيمون مقارنة فيما بينها. اليوم عندما نظرنا إليها أتذكر طفولتي. كان والدي يشاهد المباني الجديدة ويصطحبنا لكي نراها، لكن عندما اطلعنا على الصحف في سياق الدراسات حول هذا الكتاب تبين لنا أن الدار البيضاء تتضمن كماً هائلاً من البيانات، بحيث أن الصحف الأسخف آنذاك كانت تتضمن في كل أسبوع صورة للمبنى الجديد الأكثر ضخامة، الأكثر ارتفاعاً، الأكثر راحة، التي تضم حمامات. ابتكر المهندسون الممرات تحت المباني التي شيدت ما بين الحربين العالميتين، وكانت الموضة الأكثر رواجا آنذاك، وفي هذا الحي تتميز كلها بالفخامة والأناقة. فالواجهات الزجاجية من طراز آرت ديكو عانت قليلا، وباتت المحلات موجهة للطبقات الشعبية، بينما في الماضي كانت تباع فيها السلع الفاخرة. هذا الممر من تصميم ماريوس بوييه، وهنا تجد مونيك مؤشرات مشجعة. هناك ما يفرحني كثيرا، وهو أن هذا الممر قد أعيد طليه، وذلك يسرني كثيرا. هذا إنجاز كان سيلقى أهمية كبيرة لو كان في أي بلد آخر من العالم. في أي بلد من العالم؟ نعم، إنه تراث تاريخي. ولدينا في تاريخ الاستقلال في العام 1956 خلا وسط مدينة الدار البيضاء من سكانه. واليوم وبعد مرور أكثر من 50 سنة على الاستقلال يدرك المغاربة قيمة هذا الحي وهنا في الجوار نجد الحبوس، وهو جوهرة هندسية إنما بنسخة مبتكرة في العشرينيات على أيدي 3 مهندسين فرنسيين. قام كادي بريان ولابراد بدراسة تفاصيل هندسة المدن المغربية. هنا لدينا المتجر حيث نشتري الكحل للعينين والعطور الأصلية. تأتي النساء من مختلف أرجاء البلاد ليشترين من هنا، بمن فيهن نساء مدينة دار البيضاء الجديدة. هذا إذن أمر تقليدي لا يزال ينبض بالحياة. نعم. كان من الممكن أن يصبح بازاراً سياحياً بسيطاً. إنه كذلك، لكنه لا يقتصر عليه. إن الممرات المغلقة وكذلك أشكال وألوان المنازل مستوحاة من مدن الساحل الأطلسي. والدار البيضاء في آخر الشارع. مدينة داخل مدينة. أجل، إنها مدينة داخل المدينة، أي إنها مدينة تم ابتكارها لكي تنعم بالاكتفاء، الذاتي. نجد فيها كل شيء ولا داعي لمغادرتها. ذلك كان الهدف. ثمة هدف سياسي وراء كل ذلك؟ بالتأكيد، وقد ذكر لابراد بعد سنوات قائلا: لقد تجنبنا كل النزاعات. أي أنه من خلال وضع المغاربة بعيدا. كان يظن أننا في عام 1930 تجنبنا كل النزاعات. للطبقة المغربية الشعبية، لكن في النهاية استقرت فيه الطبقة البرجوازية وليس أيا كانت. فهذه مثلا آتية التي غادروها لتوهم، وكذلك التصاميم داخل المنازل. دخول أحد المنازل فيها. صباح الخير سيد بن جلون، ألم تعرفني؟ كلا، لكن مونيك قرعت الأبواب من أجل أعمالها قبل لكم من الوقت؟ ليس كثيرا.
ليس كثيرا. 15 دقيقة؟ ما رأيكم في ذلك؟ نعم. البهو المركزي، وهذا هو التخطيط النموذجي للمنازل التقليدية في فاس. إنها تشبه قليلا قاعة الاحتفالات. باستطاعتنا جمع عدد كبير من الناس. سطوحا من الأعلى، لكن بما أن البرد كان قارسا جدا في الدار البيضاء فقد أغلقه الجميع، لأن من الصعب أن تسقط الأمطار في البهو أيضا. ليس من السهل كثيرا العيش موقعا للمغاربة يستعيدون فيه عاداتهم وتقاليدهم. نعم بكل تأكيد. لقد كان سكان فاس فيعا كانوا يقيمون في فاس آنذاك. إذن في فاس كانوا يقيمون في طراز سكن معين يشبه هذا قليلا، ولم يريدوا تغيير عاداتهم. نعم لقد وجدوا ذلك. نعم طبعا. الآن سوف أريكم المنزل. أولا العرض الكبير للجدران. كل غرفة كانت متعددة الوظائف، كانت فيها يعتبرونها صالونا وينامون فيها. أصبحت غرفة نوم بعد أن كانت ذات استعمالات متعددة. هذا صحيح، وهنا ولم يكن له وجود من قبل. هل كان لوالديك مثله؟ لم ينما بهذه الطريقة أبدا. كان لديهم شيء آخر. لقد كان بينهما. صحيح تماما، لكن عندما تزوجت كان لديك سرير زوجي على الفور، صحيح؟ أجل كان ذلك قبل 40 سنة. إذن الطبقة البرجوازية في حركة التغيير والتكيف؟ نعم، لأن هذه المنازل في الواقع سهلة ونستطيع أن نفعل فيها. وجهتنا على مسافة 300 كيلومتر مدينة فاس. قين لها على فكرة مشروع مخصص فقط للحرفيين الماهرين. نخرج للتو من سوق الخضار السوق المركزي للمدينة ونتجه نحو حي سارة الذي يسافرين والتجار العابرين، وفي الوقت الراهن لقد تغيرت وظيفته بشكل كامل. شغله الناس وبالتالي بأن يخضع للصيانة. لابد من التركيز على المنحوتات من الجص، وهي دقيقة إضافة إلى إدارة الطوابق، الفواصل بين الطوابق، وذلك التوازن القائم بين الخشب، المنحوتات والفراغ. وفي الواقع إنها نسب جميلة جدا من أو لصق لها. من هنا نعرف الفارق بين الحرفي الماهر والهندسة الجميلة والحرفي الذي يستعين بالتقليد أو العمل السريع. الحياكة تعتبر صناعة النسيج من أبرز النشاطات في المدينة. إنه حائك متجول، أنه يقوم بإعادة إحياء الفندق. مكان خال مثل هذا، ليس هذا ما تريدينه؟ لا، المدينة لا تتطلب زيارة فحسب، بل لابد لها أن تعيش، وهذا تقع في الطابق العلوي ولا يتسنى للمارين الفرصة للمعرفة بوجودها. سوف تكتشف ليلى أحد المشاغل. عادة لا نرى على الإطلاق مشهدا كهذا، إنها أماكن مغلقة. إنها أماكن مغلقة ما كنا نتوقع وجودها. إنه من وقال إن هذه الحرفة قديمة يعود تاريخها إلى 7 قرون. 7 قرون؟ نعم. النسخ وأحيانا محاكاة ما هو تقليدي. لا بد من الابتعاد عن هذه الأجواء وإعادة إحياء الابتكار، لكن انطلاقا من هذا الكلام إنها ظروف صعبة جدا لهذا الحرفي الذي يشرح لليلى مدى المجهود الجسدي والتركيز اللذين تتطلبهما الحياكة. يعمل بأكمله. لا بد من التركيز جيدا لتغيير الاتجاه على الدوام وفي الوقت المناسب، ولا بد من العد أيضا، وهو يعد المرة عديدة. نجد حرفيا آخر، وهو حرفي فريد في فاس. إنه آخر مصنع للدلو الخشبي في المدينة، وهو يستخدم مشغله كما جاء ينهي يومه. أجل يقفل الباب. ما هو مميز أنه خال من المسامير، وفي استطاعته تغيير حجم الدلو قليلا بحسب الحمامات. وحاليا وحدها دور الضيافة تستعمل هذا النوع من الدلاء، لأن الدلو البلاستيكي حل مكان الدلو التقليدي. هنا وسكان المدينة سعر باهظ بالنسبة إلى الجميع. في الوقت الحالي محمد يتدبر الأمر، لكن لا أحد احتياجات تفوق احتياجاته. سألته لماذا يخبرني بذلك.
أعجبني لأنني لم أترعرع في الفقر، لذا لست بحاجة إلى تصنيع الأكثر أهمية. إذا لا يكفي فقط أن يصنع هذه المنتجات. بالضبط، الأمر مرتبط أيضا بأسلوب حياة. إنها صناعة مرتبطة بأسلوب حياة يستحق التصفيق. من خلال ترويج الدلاء التي يصنعها محمد قد تتمكن ليلى من تأمين مدخول ثابت أكثر له. ولما لا ربما يرافقها صباح اليوم صديقها محمد عيساوي. محمد هو ذا الفندق القديم، ويشغله عدد كبير من مشاغل الحرفيين المتخصصين في مجال الصناعات الجلدية. والبلغة في مدينة فاس بكاملها لديه كل شيء يصنع يدويا. ليش؟ دابا هاد الخيط باش يشكل عنده واحد ياك قلت لي كتشمعوه باش يولي هكاك. في البداية لدينا خيط كهذا ليصبح جدا ليخترق الجلد. عبد الله لا يحبذ الشبشب الصناعي، فهو ليس مخيطا على حد قوله، إنما يقول لنا إنه الوحيد الذي يصنع البلغة من دون صباغة، ويقول أيضا إن منتجاته تنتعلها العائلة المالكة وهي نادرة جدا. الجميل في الأمر هو رؤية الشغف الذي يكن هذا الحرفي لمدينته، لأن طريقة صنعه الشبشب المغربي البلغة مرتهنة في مدينة جديدة مثلا. فأجابني: ما الفائدة؟ لا أستطيع، من الضروري أن أكون في المدينة لكي أعمل، يجب أن أكون في ما يؤثر فيها بقوة يكمن في تلك العلاقة الحيوية إن صح التعبير في الجوهرية التي تربطهم ببيئتهم والمدينة، ذلك الحب الذي وألا تختفي أبدا. لأننا نرى أنهم أشخاص، هذه حرفة وهؤلاء أشخاص، أناس يتمتعون بروح، بأشياء يزودون، لا يأتون على ذلك. هذا مهم جدا. يستغرقون وقتا طويلا ليتقنوا صناعة المنتجات بشغف كبير. في رأيي هذه حيث كل شيء يجري بسرعة أكبر سوف نقضي على حب فاس، وفي الواقع لابد أن نجد الحلول المناسبة وهذه هي مادة تجفف ثم يتم طحنها، وهي التي تعطي اللون الأصفر اللامع. هذه البلغة قبل إضافة النعل الجلدي. كم بلغة يصنع؟ وقد انتهى الآن مع نعل أصلي مدبوغ. هذه عاوتاني بوحدة مخيطة سيصنعه غدا. أما محمد وليلى فسيصطحبان. يتجمع عشرات التجار الوسطاء والحرفيين بعد انتهاء صلاة العصر، وفي غضون ساعة واحدة هو ملك البلغة، ففي دكانه الصغير ينص القوانين ويعلن عن السعر المرجعي. هذا الرجل الذي نراه أمامنا إنه الشخص هذا هو قلب البلغة. إنه القلب الأصلي للشبشب المغربي. البلغة المغربية. حسنا، سأضيف واحدة. ترفض أو يتركها أو يود أحد آخر شراءه. هذه إذن إنها مسألة تجارة، لكنها تروح وتجي. نعم، لهذا السبب نسميها تجارة. استطاعتي زيادة. نعم هذا صحيح، ولكن عندما يأتي إلينا بنقود البيع مثلا نمنحه عمولة على تلك الأرباح. كما قلت لك يتم صنعه بحسب الطلب. إنها منتجات نادرة. نعم بحسب الطلب. إذا لا تدخل في هذا النوع من الأسواق. سوق البلغة كل شيء يجري. صنعوه إلى أشخاص يجرون المفاوضات وهم في انتظار معرفة النتائج. وتحصل هذه الفوضى العارمة نفسها كل يوم؟ الفوضى الأكبر تجري غالبا يوم الخميس، لأنه بكل تأكيد اليوم السابق ليوم الراحة. هذا بارد وهذا سخون. نعم نعم فعلا. هنا الخيط الذهبي بارد، أما هذا ساخن. واحد للشتاء هذا مدهش. لكن هذا بالماكينة. وانا مأخرة هادين الحمد لله، لك الحمد هادين.
انظري إنها بلغة رائعة، أليس كذلك؟ جانب غير مكترث لدى أناس في متاجرهم رغم أنهم في انتظار الحصول على البضاعة، لكن ذلك جزء من اللعبة كما لو أنهم مترددون. لا أريد أجل. بعد انتهاء الصفقات تنتقل البلغة إلى أسواق البلاد بكاملها. في الساعة 5 ينتهي كل شيء. وتنتشر الزوايا بالمئات في مدينة فاس. هذا المساء ليلى مدعوة من قبل والدها لكي تحضر طقوس الزاوية القادرية. والدها فوزي الصقلي هو عضو بارز في الزاوية، وهو من كبار المتخصصين في التصوف. يعود إليه طبعا لأنه من النادر جدا تصوير هذا النوع من الطقوس. يؤدي ذكر أسماء الله الحسنى إلى حالة النشوة، وهذا ما سيحصل الليلة. إنه ليس برقص إيقاعي، وليس أيضا بحالة وعي مكثف جدا. فعلا عن شكل من أشكال الروحانية قوي جدا، نافذ جدا، نقي جدا، لكن ذلك لا يمنع من أن تتجسد هذه القوة وهذه النقاوة بحجم كبير، بحيث أنها تترافق طبعا مع نمط من التنفس، وبحيث أن الجسم بأكمله يتنفس. لقد عادوا تجارا حرفيين وما إلى ذلك، لقد عادوا إلى طبيعتهم. هذا هو الجوهر الحقيقي لروحانية التصوف.